النهارده ان شاء الله هنعمل كيكه الذره. كيكه الذره هنعملها بدقيق الذره الاصفر مش الابيض، فهتلاقيها مختلفه شويه في لونها. بس طعمها حلو قوي وتحفه. هنعملها بطريقه مختلفه خالص عن المعتاده، يعني مش هنحط لها زيت، هنعملها بالسمنه. وزي ما انتم شايفين كده انا عاملاها في صاج علشان تبقى الطبقه بتاعتها خفيفه كده ورقيقه، مش عايزاها تخينه قوي ولا عاليه، مش عايزاها عاليه قوي. فان شاء الله تعجبكم. طعمها حلو قوي ومقاديرها موجوده في كل بيت، وان شاء الله هنحط لها بيضتين اتنين بس. تمام. لو انت عايزه تعمليها بالذره الابيض، لو هو ده المتوفر عندك مفيش مشكله، هتنفع برضو. لو عايزه تحطيها في صينيه صغيره، صينيه عاديه علشان تبقى عاليه، يبقى سمكها عالي. برضو براحتك. انا هوريكي السمك بتاعها دلوقتي، وانتي شوفي السمك اللي يعجبك واعمليه. آه ممكن تعمليها في صينيه ألمونيوم عاديه جدا، هتنفع برضو، هتبقى حلوة. بس انا حبيت اعملها في الصاج، شبه كده اللي بتتباع في الافران. وعليها سمسم من فوق كده برضو زي ما بيبيعوها كده في الافران، بيبيعوها بنفس السمك ده. والسمك ده حلو قوي برضو، مش وحش. شايفين هشة وطرية جدا، طعمها تحفة بصراحة، هتعجبكم ان شاء الله. جربوها ومش هتندموا. يلا بينا نبدأ الفيديو ونقول المقادير. بصوا انا هوريكم كمان قطعة، شايفين؟ يعني السمك بتاعها حلو، فلو انت عايزه سمك اعلى من كده حطي في صينيه آه مقاس 30 او مقاس 26. تمام. تمام. المقادير بقى هنكون معانا ايه باذن الله. انا معايا هنا كوبايتين دقيق الذره الاصفر. تمام. ومعايا كمان حطيت بالكوبايه اللي قدامكم دي، اللي هي الكوبايه 200 جرام. تمام. الكوبايه مقدارها 200 ملي، فهي دي اللي انتوا هتحطوا بيها المقادير. هي الكوبايه اللي هتحطوا بيها المقادير، هتكملوا بيها المقادير كلها. تمام. تمام. انا حطيت كوبايتين دقيق ذره، وحطيت كوبايه دقيق، وحطيت رشه ملح ومعلقه كبيره بيكنج باودر. حطيت معلقه كبيره بيكنج باودر. هقلب كل المقادير دي كلها مع بعضها الجافه، وحطيت رشه الملح. وبعد كده هسيبهم على بعض على جنب كده، ونبدا بقى في المقادير السائله. المقادير السائله هتبقى ايه؟ انا معايا هنا كوبايه سكر بنفس الكوبايه، برضو بنفس الكوبايه بنفس المج او بنفس الكوبايه اللي هتشتغلي بيها، دي كوبايه الميه العاديه خالص. تمام. تمام. طيب معايا ايه كمان؟ معايا بقى هنحط هنا سمن، مش هنحط زيت. لو انت عايزه تستخدمي زيت هيبقى كوبايه زيت. لو انت عايزه البديل بتاع السمنه زيت، لو عايزه تستبدلي السمنه بالزيت مفيش مشكله، هتحطي كوبايه زيت. بس تجربيها بالسمنه هتعجبك ان شاء الله. مختلفه خالص عن اللي بالزيت، طعمها حلو قوي. هنا بقى انا هقلب الزيت هقلب سوري السمنه مع السكر كويس قوي. وبعد كده هبدا اضيف بقيه المكونات. هنحط هنا بيضتين اتنين بس، مش هنحط بيض كتير. آه بس كده. هنا انا قلبت خلاص السكر مع السمنه كده. انا حطيت قد ايه سمنه؟ حطيت 4 معالق كبار سمنه. تمام. 4 معالق كبار، بما يعادل نص كوبايه سمنه، بنفس بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها كل المقادير. تمام. يعني نص كوبايه بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها كل المقادير. وهحط هنا 2 بيضه، وهحط كمان كيس فانيليا، وهتحطي معلقه خل كبيره لو انتي. بس انا عشان ايه الخل عندي حطيت كده شويه فما طلعوش معلقه كبيره، فانتي حطي معلقه خل كبيره. تمام. احنا متفقين ان الخل محسن طبيعي للكيكات وللمعجنات. بس هنقلب بقى كل الكلام ده كويس قوي، مضرب السلك كده، لغايه كده ما يمتزج كله مع بعضه. وبعد كده احط كوبايه الحليب، وهنقلبهم برضو كده كويس. وبعد كده بقى هنزل بالمقادير الجافة شوية شوية، مش هحط كل المقادير مرة واحدة،
بس انا هنا هحتاج لبن كمان، يعني انا هنا هحتاج ربع كوباية حليب كمان. تمام. فانتي ممكن تحطيها في الاول وممكن تحطيها بعد ما تمزجي المكونات وتشوفي، احتمال يكون الدقيق بتاعك ما بياخدش سوائل زيادة، فما تحتاجيش للربع كوباية. بس هنا هنحتاج ربع كوباية كمان. هقولك لو انتي عملتيها بالزيت يبقى مش هتحتاجي الربع كوباية، لو انتي عملتيها بالسمن كده زي يبقى هتحتاجي ربع كوباية الحليب. تمام متفقين. لو هنحط زيت بدل السمنة يبقى مش هنحتاج الحليب الزيادة. لو ما حطينا لو حطينا زي لو حطينا سمنة يبقى هنحتاج ربع كوباية حليب. هنحط الدقيق على 3 مراحل، كل مرحلة هنقلب كويس قوي لغاية ما نمزج او نخلط المكونات السائلة مع الجافة، وبعد كده نحط بقية مقدار الدقيق. شايفين بقى لونها اصفر جدا عشان خاطر الدقيق الذرة الاصفر، وعلشان كمان احنا حطينا سمن، والسمن كمان كان لونه اصفر فايه يعني. شايفين انا هنا بقى هجيب ربع كوباية الحليب عشان انا لقيت السمك بتاعها تخين شوية. بس زي ما انتوا شايفين بقى كده هجيب بقى الصاج هدهنه سمنة، وبعد كده هشغل الفرن يعني وانا قبل ما احط اخلط المواد الجافة مع المواد السائلة، انا شغلت الفرن اوريدي قبل وانا شغالة في البتاع. تمام يعني لمدة 10 دقايق، تشغلي الفرن لمدة 10 دقايق قبل ما تشتغلي ب10 دقايق على درجة حرارة 180. هحطها في الفرن تاخد نص ساعة بس في الفرن. انا حطيتها في فرن الكهرباء، شغلت فوق وتحت. لو انت هتحطي في فرن الغاز هتحطيها في الرف الاوسط على درجة حرارة 180 برضو. تمام. بس كده زي ما انت شايفة حطيتها في الصاج. الصاج ده 26 في 36. بس هوزع بقى، هوزع الكيكة كده. هخبطه بقى كده خبطتين كده علشان خاطر لو كان فيه اي هوا ينزل، يعني يطلع الهوا منها، عشان بس ميبقاش فيها فراغات وتهبط منك في الفرن. هنا بقى انا بحط ايه سمسم. رشة السمسم دي اختيارية، لو انت عايزة تحطيها تمام، مش عايزة تحطيها براحتك. بس هي بتدي طعم حلو كده، وبتدي كمان قيمة غذائية لكيكة الذرة دي. حلوة قوي يا جماعة، جربوها تعجبكم، ادوها لولادكم في المدارس افطروا بيها الصبح. حلو جدا. بس زي ما قلت لكم هنحطها على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. بس هي كده بقى بعد ما خرجت، هي لسه ما بردتش على فكرة، وانا قطعتها وهي سخنة، بس الافضل ان انت تسيبيها لما تبرد.
ولو انتي وصلتي معايا لغاية هنا ولسه ما اشتركتيش في القناة، اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انتي من متابعيني المحترمين، احطي كومنت كده وحطي لايك علشان خاطر تشجعيني تشجيعك ليا. شايفين؟ محتارة بقى انا ايه، احطها كده ولا احطها كده. بس يا جماعة يعني هي يعني بصي، كوبايتين دقيق ذرة وبيضتين عملوا معايا كمية كبيرة. يعني الصينية كبيرة يعني انا بفضل بعد ما بتبرد خالص خالص، يعني بعد ما بتبرد تماما، ان انا اقطعها قطع زي ما انتم شايفينها كده واحطها في علبة تلاجة، واسيبها بره عادي بقى، ما بيحصل لهاش اي حاجة. احسن ما بتسيبيها في الصينية، ما بتسيبهاش في الصينية، حطيها احسن في علبة تلاجة، بيبقى افضل. بس كده زي ما انتم شايفين. بس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير.